الاهلي وشكله الجديد بتحولاته من الدفاع للهجوم. كوره كانت مع الزمالك، عبد الله السعيد كان المفروض يلعبها في المساحه الفاضيه للجزيري، ولكن طلعت منه غلط. هنا بقى التحول الدفاع للهجوم، قطع الكوره كوكا اللمسه الاولى، نزلت لمروان اللمسه الثانيه، لعب الكوره في وجود 3 لعيبه من الزمالك، شحاته والونش وعمر جابر، مساحه ورا عمر جابر فاضيه اهي. لعب الكوره لطاهر اللي كان ضامن معاه حسام عبد المجيد. طاهر خد بيه مشوار لاخر الملعب. لو وقفنا هنا وشفنا الصوره هنلاقي اللي بيجري فتوح داخل جوه في قلب الدفاع، وداخل معاه زيزو وعمر جابر جاي. زيزو حجب عمر جابر، وسع المساحه للاتنين اللي جايين من ورا برمضان ومروان. رايت دلوقتي فتوح في نص، وعلى اليمين خالص الونش. كان مفروض فتوح يتقدم يقفل على مروان، وكان مفروض عبد الله السعيد هو اللي ورا مروان كان يضغط عليه، لكن لا ده حصل ولا ده حصل. مروان استغل الفرصة وجاب الهدف.